ومية هلا بكم أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم من جديد بحلقة من حلقات برنامج مواهب كروية، البرنامج اللي يسلط الضوء على المواهب وفئاتنا العمرية. برنامجنا مثل ما تعرفون داعم لكل المواهب العراقية، وواجبنا أنه نسلط الضوء على مواهبنا وكل فئاتنا العمرية، وهذا لا يأتي تزامنا مع فقط حيدر محمد وكادر قناة الهدف الأول، إنما يأتي بدعم شخصيات رياضية وأهل الشأن. وأحد هذه الشخصيات الرياضية والإعلامية البارزة في الوسط الإعلامي الرياضي الأستاذ نجم العبادي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ نجم، حياك الله. يا اهلا وسهلا. شلون صحتك؟ انا سعيد جدا، سعيد انه اكون احد ضيوفك في هذا البرنامج، هو البرنامج مواهب كروي. نعم، حياك الله. الله يبارك. مرحبا بك. يا اهلا وسهلا. الاجواء اول بدايه، خلينا نشوف الاجواء. يعني اليوم انت تطلع من جو الاستوديو، والان انت في جو الفرق الشعبيه واللاعبين المواهب اللي هي هاي الاساس حيدر، يعني اكيد هاي المواهب اكو خامات. العراق ولاد لديه طاقات كبيره، يعني بصراحه احنا نشوف هاي الشباب جاي تلعب بشكل جميل ورائع، بس من اللي يحتضنها هذه؟ يعني من اللي ممكن انه هاي الموهبه، اكو لاعبين عندهم مواهب ممكن ينميه، كيف تنمى هذه الموهبه؟ صحيح. الا ما يصير اكو اهتمام مثلا، صح، يروح الى نادي وبعد ذلك يتدرج يعني من الاشبال الى الناشئين الى الشباب، ومن ثم ممكن يلعب بالخط الاول، وايضا ممكن يشوفه بالمنتخب الوطني. فانا اشوف انه الاهتمام بهذه الفئه هو مهم جدا. حضرتك انت في نادي الصليح. نعم حاليا. نعم. يعني اريد اسالك عن كم فئه عمريه يمتلكها نادي الصليح؟ عندنا اشبال، وعندنا ناشئين، وعندنا شباب، وعندنا رديف، وعندنا الخط الاول. يعني بعيدا عن يعني ممكن هذا السؤال يعني ممكن اذا كان محرج فاني ما لا بالعكس. هل آلية استقطاب اللاعبين تعتمد على كشافين بالانديه؟ عندكم كشافين؟ والله لو هم يجون هيك بس على الاعلان، يعني هو يجي على الاعلان وبالتالي اللاعب الجيد. تعتبرها صحيحه هذه؟ لا، سابقا كانوا اكو كشافين سابقا، يعني مثلا حسين علي شهاب، حسين سعيد، هاي اللاعبين اللي خرجوا من التربيات، يعني كانت اكو بطوله للتربيات وما زالت الى الان اكو، يعني وزاره التربيه تقيم بطولات للتربيات. فهذول يخرجون من يخرجون من التربيات او من الملاعب اللي هي 11 لاعب. انا بصراحه هذا الخماسي يعني اذى بشكل كبير جدا. احنا كنا دائما نلعب على 11 لاعب، صح، يعني 11 ب11. انا اشوف هي هاي الخماسي هو اثر كثير على المستوى، على مستويات اللاعبين. نعم. وخصوصا الفئات العمريه. اي يعني احنا الان مباراه للفئات العمريه. اريد اسالك سؤال، يعني واحنا اليوم راح نسال هواي. حاضر. انا الله يسلمك. حاضر. حضرتك مطلع على الفرق الشعبيه وتفاصيل الفرق الشعبيه، لو عندك سطحيات فقط؟ لا، مطلع عليها، اشوفها. هل يعني تجربه، عفوا يعني لازم نجي هنا، المدربين الشباب او المدربين الصغار، الشباب واحد بس المدربين الصغار شنو راح ينطي خبره هذا اللاعب؟ هذا لاعب يلزم مدرب هالكبره، زين ايش راح ينطي؟ يعني ايش راح ينطي مثلا من نصائح، من توجيهات انت تشوفها هذه صحيحه مناسبه للاعب؟ هاي تدري شنو في يصير هنا؟ وهنا تدخل توعيه الاهالي، لانه هنا مشكله. يعني انا لازم اني اروح ويا ابني واروح ويا يا مدرب، هذا شنو اللي يسوي؟ شنو هو لازم انا من اريد اودي ابني مثلا، لازم اوديه لمدرب يمتلك الخبره، الحنكه، نعم. العقل التدريبي، الفكر التدريبي، شنو اللي ممكن يقدم لي اياه. ما ممكن انا اخلي ابني يروح فيه مع مدرب، مع جل احترامنا يعني، ولكن مو من المنطق ولا من الصحيح انه اني اودي ابني الى مدرب هو لا يمتلك الخبره. صحيح. لا يمتلك العقليه. صح. فهو اكيد انا اتفق معك انه هذا الشيء مو صحيح. اكيد دور الاهالي ضعيف جدا من هذه الناحيه. مهم جدا. هو يعني حتى ابني يروح يلعب ما يدري، يعني اشوفهم شيء مو صحيح. انت ابنك تروح وياه؟ اني اخذ الصيف، اخذه وياي الصيف فيلعب بالناشئين هو. زين. يعني قابلينه، عنده واسطه. زين، هاي الواسطه واسطه قويه. زين. استاذ نجم، نتحدث عن منتخبنا، المنتخب الناشئين. دائما يعني يجي مدرب يجيب لاعبين،
راح المدرب اختفوا ذول اللاعبين تبخروا، وهذه أنا مستمره. مشكلة. هنا اريد يعني نتحدث عن هذا الجانب. والله هي هذا الموضوع، يعني هذا موضوع مهم. انه انت لاعب مثلا هو يلعب منتخب الناشئين او يلعب منتخب شباب، بالتالي ما تشوفه يختفي. صح. الاسباب كثيره، يا اما هو يعني ينقطع ما يواصل، يا اما هو ما يلقى الفرصه والله انه إيه. زين. إيه. ما يلقى الفرصه الحقيقيه لتمثيل نادي. تعرف احنا هسه وقتنا وقت السماسره. صح. حتى على مستوى دوري المحترفين، دوري نجوم العراق، كله يعني الجمهور يتدخل بالتشكيل، ويتدخل بالمدرب، ويتدخل طلع هذا ونزل هذا وجيب هذا اللاعب من اجل الكوميسيونات، من اجل يعني هذا للاسف هاي يعني حاله مريره. يعني انه لاعب ما يلقى الفرصه. يعني انا اعرف لاعبين، انا احكي لك يعني عن صدق، يعني عن تجربه. اكو لاعبين يقول لي انا اجيبك ب 500 تعطيني 150 واعطيك 350. يعني هاي صايره وانا قدامي شايف. صحيح، لا هي موجوده. فبالتالي حتى المدربين، هاي النفوس الضعيفه صراحه، انه هو لاعب جاي يلعب وهذا رزقه، انت تجي تشاركه برزقه، اجيبك بس تعطيني. يعني ما معقوله. يعني علما هو حتى مثلا اللي جايبه هو لاعب ممثل نادي، ومو بس لانه ماكو فرصه، فبالتالي يتبخروا. زين. هذا كلام منطقي جدا، ويعني بصراحه الاجوبه اللي انا اتلقاها من حضرتك هي ذات فائده كبيره، وانا شخصيا استفاد منها. حبيبي خصوصا انه الخبره الاعلاميه الله يبارك فيك، انت الاحسن ان شاء الله. باكثر من انت الاحسن. سنوات طويله. انا اليوم لا استفاد الا من تجاربك الاعلاميه البحته اللي انا لا انت ممكن راح استفاد منها. لا صراحه انت مبدع. اقطع. يعني منتخب الناشئين بصراحه تكلمنا عنه يعني انا اتكلم عنه يعني بحرقه، لانه يعني هواي يتبدلون المدربين فيه. فاني قبل فتره، خلينا نمشي حتى قبل فتره او عفوا اللقاء الاخير، يعني تحياتنا للاخ الكابتن عدنان ابو سعديه، قال اني اذا اريد اشتغل فلازم ما ابني من الاول اسباني والكوادر البقيه كلها عراقيه، مع احتراماتي. قال لا، لازم نشتغل مدرسه واحده. فانت تتفق مع هذا الجانب؟ لا ما معقول. يعني هو اذا تتحدث يعني على منتخبنا الاول، نعم، ومدرب اسباني، نعم، فهذا ما له علاقه. يعني هو هذا ماكو ربط بالقصه كلها. يعني انت، انا اتذكر لعبت منتخب اشبال العراق، وكان مدربنا اسمه اخرل من الاتحاد السوفيتي، واحنا وكان معاه الله يرحمه الدولي السابق لاعب نادي الزوراء ايضا علي كامل، الله يرحمه. فما له علاقه. هي اختيار، يعني يعود الاختيار الاتحاد العراقي هو اللي يختار المدربين والكوادر التدريبيه لكل الفئات العمريه، لكل منتخباتنا بالفئات العمريه. نعم. هسه خلي انا وياك شو نسوي؟ تقدر تكتك 10؟ هي تكتك ليش؟ كابتن سيد، بس طين الكره. كابتن نجم يقول اقدر اتكتك 10. اي تكتك 10. زين. هسه انت ما تكتك 10. اريد اتكتك. يلا اوكي. هلا يلا بس اعطيني شويه مجال. يلا ملاعب. ما تكتك 10؟ لا اتكتك 10. اذن اكو سؤال يعني محرج جدا. راح اتكتك 10 والله. حبيبي كابتن، سؤال يعني راح احرجك فيه. لا بالعكس. اوكي يلا. لانه انت تكتك 10. زين. منو افضل رئيس اتحاد مر على تاريخ الكره العراقيه؟ والله هم هوايه. يعني لا تقول لي هوايه، انت ما تكتك 10. لا من مؤيد البدري الى هاي، بس انا اشوف حسين سعيد هو الافضل. الافضل؟ نعم. راح يسبب لك مشكله هذا السؤال؟ لا بالعكس، انا رايي الشخصي هذا. رايي الشخصي. زين. اللي ينزعج خليه ينزعج. زين. تقييمك لهذا الاتحاد الان من 10؟ اعطيه 8، لانه بصراحه احنا اكو عمل. بس اكو مشاكل؟ نعم اكو مشاكل. اكو عمل دؤوب للاتحاد برئاسه الدولي السابق عدنان درجال. احنا نشوف دوري
الدوري العراقي باجمل حله صراحه يعني. بس ما هو مستوى، الملاعب. يعني الناس تتشائم الجماهير من المستوى الفني. يعني انت اليوم والله. تتحدث عن مستوى القوه الجويه النادي الابرز بالعراق، ومستواه للاسف يعني يا حيدر يؤلمنا بصراحه. هذا تدري شنو حيدر؟ هذه كلها تتحمل الانديه، ادارات الانديه. يعني عفوا مثلاً انا حتى لا يفسر الموضوع انه اني مثلا هذا ذبيته في خانه الاتحاد، عفوا ممكن لو اكو مثلا لوائح يعتمد عليها الاتحاد يجبر الانديه على اختياراته للاعبين. يعني كان من الممكن ان نشوف محترفين على جوده اعلى من هذه المحترفين اللي موجودين، مع احترامنا. حيدر الاتحاد هو شو له علاقه؟ الاتحاد يعطيك الضوابط القوانين، بالتالي انا يقول لك يعني مثلا ممكن حدثنا على قدر عقلي انا حتى لا يعني اني مثلا واحد من الجمهور اريد اسال سؤال. انه الليغا حددت بانه اليه التعاقد مع اللاعبين لازم من كذا الى كذا. زين اني من اجي اتعاقد مع محترف ثاني مستواي ايش قد تصنيفي؟ ليش اروح اتعاقد ويا دوري يعني اردأ من الدوري اللي انا يعني يجيبون لاعبين من مستويات اكو لاعب اكو لاعب تعاقدوا وياه جابوه عنده قلب. اي والله هاي امور يجوز ما تدري بها. عنده قلب. يعني احنا حتى عمليه التعاقد مو صحيحه. المفروض عمليه التعاقد مع الايجنت يدز له فيديو قديم لهذا اللاعب، بالتالي اقتنعوا به جابوه ماكو فحوص طبيه. زين انت اللاعب شلون تجيبه بدون فحص طبي؟ زين ليش ما انت تروح تسافر وتشوف اللاعب على ارض الواقع وبعد ذلك تقدر تجيبه؟ يعني ادارات الانديه بس مجرد تريد تجيب لاعب وانتهى الموضوع. وهذا طبعا هذا الموضوع ايضا بيدخل الكوميسيونات والماده. الانديه تستفاد به هذا. اي نعم الانديه الانديه كليتها هاي مثلا يعني هسه الجويه مطلوب 7 مليار و750 الف ليش مثلا؟ يعني لو نادي القوى الجويه هذا اللاعب مع يمكن الكيني او النيجيري يعني 41,000 دولار اعطوها 280 دولار ما انطوها على ضوء عاقبه الاتحاد الدولي. رد مره ثانيه سوى دفع ال 280 دولار. هذا كله يعني السبب ماله يعود للانديه. ادارات الانديه ما تشتغل بشكل صحيح. يعني هسه مثلا وسام رزق، مع جل احترامنا وتقديرنا لوسام رزق، الجويه اكبر من وسام رزق. صحيح. بالتالي هو التخطيط من البدايه كان مو صحيح. صح. اضافه الى خروج علي جاسم، خروج ايمن حسين، بايش، فريق كامل. نعم جبت انت فريق كامل. خروج. فبالتالي هو التخطيط من البدء مو صحيح. النتائج ظهرت. صح. من جابوا لؤي صلاح يعني الرجل يقول لك كان مثلا فداء صار. لا كان يرفض المهمه يعني مو شرط. يعني انا بالنسبه لي يتحمل المسؤوليه. هو يتحمل مسؤوليه. نعم يتحمل مسؤوليه لانه هو اختار برضاته. لا هو وافق باللاعبين الموجودين. زين. فهو يتحمل مسؤوليه. يعني انا امس تحدثت مع احد الشخصيات اللي متواجده بالاتحاد العراقي. مشروع كبير اللي طاحه بالكابتن عدنان درجال وتولي احد الاعضاء قياده الاتحاد العراقي، واحنا مقبلين على كاس عالم. بتستحي لك والله عيب، والله عيب. وباكر تطلع انت بالاتحاد او تطلع بالفضائيات العراق وتطلع تبكي بس انت وبس. احنا وين؟ الناس وين؟ واحنا حارين نصعد كاس العالم. بابا يعني مع احترامي والله تكاثفوا والله تكاثفوا. ايش قد هن 100 2000 3000 دولار 20 25 ما شايف؟ بس فهمني هو ايش قد راتبك هنا وايش قد راح يزيدن؟ ايش قد راح يزيدن؟ مليون مليونين. اعملوا بابا اعملوا من اجل العراق. ايش بيكم؟ تتكالبون على المصالح هاي والمنافع الشخصيه والمناصب. استاذ نجم يعني كارثه. هو شوف خليني اقول لك زين احنا انا هسه يعني كنت اضحك هسه قلبت 180 ماكو هيك ناس. هو يعني اكو عمل خاطئ. فلسطين يعني الان مخترقتنا تريد تلعب لو بالاردن ولا العب بفلسطين. هو هذا يعني يبين يوم 10 او يوم 14 لانه الاتحاد الدولي بعث الملعب فيصل الحسيني يتفقد منشآته، بالتالي موافقه مبدئيه
يقدرون يسوونها ويا السعوديه؟ الله عليك. لو ويا غير دوله والله ما يقدرون، بس ويا العراق. لا لا لان لا العراق مخترق دائما، ما عنده لا لا, تكاتف. لا بس اسمعني، الموضوع مو هيك حيدر. الموضوع انه هو قدم طلب، وبالتالي الاتحاد الدولي شاف الطلب، دز يعني مختصين من اجل عفوا. اي دز طلب. طبعا هي حلوه تصير نعم. تلقائيه عفويه. بشيلها هاي الجو. اي نعم. دز، وبالتالي من حقه ايضا من حق المنتخب الفلسطيني الشقيق. تشوفه؟ اي نعم، من حقه يريد يلعب. بس هي فلسطين صاير بها. هو مش اقول لك اني، هو من يدزون يعني الوفد من الاتحاد الدولي ويشوفك منشآت وعلى ارض الواقع موجوده تلعب، خلاص انتهى الموضوع. تلعب يا مركز. انا العب شو يهمني. بعدك مستمر تلعب طبعا؟ والله قليل يعني، تعرف حيدر التزام وشغل يعني صعب، كل صعب. زين، راح اسالك سؤال. ايه هو شخصيا لي. ايه حارس تعال هنا انا افل جول. ايه بعد 3 سنوات وين راح اشوف برنامجنا؟ سجل لي من الموبايل. لا ان شاء الله، والله نتمنى لك التوفيق. الله يسلمك. اخ عزيز وصديق عزيز علي. الله يوفقك. انا اتمنى انه يعني حتى يكون لك دور ضمن قناتك ان شاء الله، يعني الله يوفقك وما يظل الحال على حاله. ان شاء الله. ان شاء الله اشوفك باحسن القنوات، وان شاء الله نشوفك دائما متواجد متالق مبدع. الله يسلمك. لان انت مجتهد بصراحه. خلينا نشتغل انا وياك سويا. شلون؟ قل لي شلون. حاضر. انا رحم الله والديك. رتب لي على نادي الصيف، واني دوري يعني اكو لاعبين شباب بس يشوفوهم اختبارات، اني اطلع اصور. اكو لاعبين شباب لاعبين شباب وناشئين. زين. اني بدوري اجيبهم، يعني نقبلوا بالاختبار نقبلوا، ما نقبلوا عادي. طيب لا هسه صعب، تدري ليش؟ حيدر، لان احنا قبل فتره من الزمن تم الاعلان، واكو فريق يعني خليهم للموسم المقبل. اي الموسم المقبل. اي بس حاليا صعب. حاليا انا اعرف. اي لانه بس نخليهم للموسم. اي نورمال. اوكي. اي نورمال. نرتب على هذا. اي نرتب هذا. زين، شنو فد شيء انت بالنسبه لك مباراه للمنتخب يعني خلينا نقول ضوجتك وما تريد تشوفها؟ والله هسه يعني في مال كوريا الجنوبيه صعبه هاي، يعني انت ترجع وتسجل هدف تعادل، على اقل تقدير كان ممكن تخرج متعادل بنقطه ثمينه، ولكن يعني صراحه لان كاساس ما قرا المباراه بالشكل الصحيح، والكل يعرف انه الهجمه اللي صارت على كاساس. لا الشوط الثاني شوط المدربين كان عندنا خلل من مصطفى سعدون. يعني هو لا يستحق تدريب المنتخب العراقي بعد ما صارت هجمه عليه يعني؟ برايك كان ولو ضد هذه الاسئله. والله شوف، خليني اقول لك الشغله. هو اساسا كاساس تصريحاته مخيفه خاليه من الثقه. الكل يشكل على انه هو يلعب في المباراه تشكيل. اكو ملاعبين موجودين عندنا ما تم استقطابهم بالشكل الصحيح، يعني مثلا عندك محمد قاسم ده يقدم مستويات حلوه وجميله مع النجف، ويجب ان يكون موجود. ميثم جبار ايضا يكون موجود. احنا اعتماده هو، ما اعرف الرجال، احنا نقول الله يوفقه. التاهل مو صعب، ان شاء الله يكون قريب. عندك مباراه مع الكويت، عندك مباراه مع فلسطين، هذين 6 نقط مهمه جدا تحصل عليهن، يعني تلعب مع الاردن يعني براحه تامه. يعني انا اعتقد الكويت بعدين اردن، انه فلسطين، انه كوريا، اعتقد هيك التسلسل يصير. فالمهم انت يعني نزيف النقاط بعد لا ماكو لازم تصير تلاعب ورايك بالمجموعه. لا تلاعب يعني منين؟ ما لا يصير. لا صعب كابتن، ما يصير، لانه اتحاد دولي واكو يعني اكو فار زين، نتفق انا وياك على فد موضوع. اذكرك شلون صار تلاعب. تتذكر المجموعه اللي وقعنا بيها ذيك التصفيات، الامارات والعراق وكوريا، ذكرني بعد، ولبنان وسوريا. نعم. اعتقد اكو فريق اخر يمكن ايران. لا مو ايران. المهم هذول كوريا فازت علينا ذهاب، خبط المجموعه كلها هيك بالعاميه، خليها طقطقتها كلها. نعم. وصلت ويا الامارات، اضعف فريق خسرت وياه. ما لا شلون التلاعب بكوريا؟
لا لا ما لا لا. وبكوريا. ما لا لا. والله والجمهور يعرف، وانا اول مره احكي هاي. كوريا عندها هذا الشيء وتبيع المباريات، انا اقول لك اياه يصير تلاعب. والله انا بالنسبه لي اتمنى ما يصير، اتمنى. بس انت هل يعقل انه مباراه انا مسيطر عليها كامل محيطها وتخرج من يمي 1-0 ويضعف فريق؟ راح تقول لي كره قدم. لا والله كره القدم هسه خليني اقول لك في الشغله. هسه هاي كاس الخليج الاخيره، مم. البحرين غلبنا، غلب السعوديه، صح. خسر غلبنا وغلب السعوديه، خسر ويا هذا هم تلاعب. لا مو هو صاعد. هذا ما طول هو. انت اليمن فريق مجتهد، اسمعني فريق حيدور مجتهد حبيبي، ما طول صاعد من هو يضمن صعوده. خلص انا اريد احافظ على لاعبيني فانزل بالتشكيل الثاني. والله حتى التشكيل حتى إذا الثاني ما أخسر- كوريا هم يفوز حتى على إذا أخسر- الامارات بوقتها، مع احترامنا للفريق الامارات. حتى اذا اخسر لا راح تاخر عندي ولا راح تقدم عندي. اي بس هي اكو فرق يعني منتخبات تشتري هذا الشيء، يعني تريد تصعد شلون ما كان حتى تتواجد في كاس العالم. توافقني الراي لو لا؟ والله شوف خليني اقول لك، هو اكيد وانا اقول لك شغله، بس يريدون يتواجدون يعني حيدر ما يهمه. انا اقول لك شيء مهم جدا، انه احنا اذا ما راح نتاهل بضمن المنتخبات الموجوده ويانا بالمجموعه بعد ما نتاهل، لان انت الله وقعك بمجموعه فقط كوريا بيها. مع جل احترامنا طبعا للمنتخب الكويتي، المنتخب الفلسطيني، المنتخب العماني، يعني مستحيل انت لما تطلع من هاي المجموعه ثاني طامه كبرى هاي. صحيح. وبعدين تروح ملحق وتدخل صعبه يعني تدخل بشغله تعبانه مثل ما يقول، يعني شغله ما لازم تتاهل انت اول او ثاني. نعم او لا. احنا الاكثر شعبيه عندنا كره القدم، ولكن متاخرين. التخطيط مو صحيح. بس انت كل شيء اذا ما تخطط له ما ممكن يمشي. يعني هسه مثلا حكامنا، يعني مثلا الدولي المساعد حسين فلاح، كل الحب له والتقدير والاحترام، اخونا وصاحب، ما انضرب براسه. شويه. اي خليه يمشي. اي انضرب براسه والى الان لم تصدر عقوبه. كذلك محمد طارق ايضا لم تصدر عقوبه. لجنه الانضباط اللي يترأسها علي والي يعني اكو مشاكل عليها رغم انهم صوتين الهيئه العامه. اساسا دوري المحترفين هو ما موجود بالنظام الاساس لاتحاد كره القدم. لازم يكون هناك لجنه مختصه بدوري، لجنه انضباط مختصه بدوري نجوم العراق. فهو هنا المشكله، هنا التخطيط، نحكي على التخطيط، فالتخطيط مو صحيح. انا جدا اشكرك. انا ممنون. بس قبلها راح نقعد انا وياك نختار الابرز بين اللاعبين. ما راح لحد نختار فريق وانت تختار فريق. صراحه اصبح شيء قديم لانه احنا ما متفقين فريقين اليوم. بس ممكن نطلع اللاعب الابرز. اللاعب الابرز راح ناخذ راح تتكلم وياه انت، راح ناخذك انه شلون تتكلم وياه. يلا ماشي؟ يلا صحيح. اعزائي المشاهدين خليكم ويانا، خلينا نطلع اللاعب الابرز في هذه المباراه للفرق الشعبيه في ملعب الاخ الكابتن رعد عنيد. طبعا نشكر الكابتن حجي حميد وسيد عادل والاخوه القائمين على الملعب، استاذ حجي رعد وكل المعنيين هنا. فخليكم ويانا، خلينا نشوف الابرز ونرجع. الابرز ما صراحه قاعدين انا نقدر نشوف ماكو ابرز. اي فبالتالي احنا ما نريد نجامل. لا ما نجامل. اي يعني انا ما شفت. شوف غيرها. نروح نشوف شوف غيرها. لا بعد احنا وصلنا للختام مثل ما قلت. وصلنا للختام. لا قصدي نشوف غيرها يعني غير مره. غير مره. ايه غير مره. شكرا جزيلا. انا ممنون استاذ سعيد انا ان شاء الله كل التوفيق لك. الله يسلمك في مسيرتك الاعلاميه. الله ان شاء الله اشوفك متالق مبدع دائما. الله يسلمك. رغم جهودك هذا انا اعتبرها جهود جباره، جهود بسيطه بس لكن جباره. تعمل باقل الامكانيات. انا بصراحه سعيد انه اكون في برنامج المواهب الكرويه. ان شاء الله يعني وصلنا في فكره مهمه جدا لكل من يشاهد هذا البرنامج. ان شاء الله وجودك هو اكبر دعم على منصه الهدف الاول، قناه الهدف الاول. تابعونا ان شاء الله وكل التوفيق. الحيدر انا اختم لو انت تختم. كيفك يلا تختم. يلا وصلنا للنهايه.
حتى القاكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المواهب الكرويه مع حيدر. تقبلوا تحياتي، انا نجم العبادي، واكيد المعد والمقدم للبرنامج الراقي الله يسلمك. حيدر محمد. في امان الله وحفظه. في امان الله.